هو أحد رواد فن العيط والطقطقة الجبلية، عرف بأدائه لأغاني التراث الجبلي لأزيد من 30 سنة. أحمد القرفطي توفي بمدينة طنجة، وكان في توديعه رفاق دربه عايش المرحوم سنوات الفن. كان واحد الهرم كبير ديال الفن ديال العيطة الجبلي، وافتقدناه، والله يرحمه والله يوسع عليه، وخلى لنا واحد الموروث اللي هو ثقافي. هذا الرجل يعني عشنا معه واحد المده طويله من الطفوله ديالنا، يعني ما خلينا حتى شي موطا معه. مشينا للعراق، مشينا للانجليز، مشينا لامريكا، فهمت؟ يعني الرجل كان مشهور. ساهم أحمد القرفطي في إغناء التراث الموسيقي المغربي والتعريف بهذا الموروث الجبلي سواء داخل أو خارج الوطن. مسيرة طويلة وحافلة استطاع من خلالها أن يوثق توثيقا أمينا لأسلوب العيطة في منطقة الشمال، وكذلك مختلف الأنماط الغنائية الجبلية التراثية المنتشرة في منطقة الشمال. في ريبرتوار الفني للمرحوم أحمد القرفطي جوائز عديدة شهدت على مسيرته الفنية الطويلة، في قائمتها جائزة مهرجان التراث الغنائي العالمي بالعراق.